السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكل متابعين الصفحة. واحدة من المتابعات أو واحدة من الأمهات رسلت لي فقالت إنه هي عايزة وصفة لتطويل شعر بنتها، فأنا الليلة عملت لكم الوصفة دي لكل المتابعين في تطويل الشعر وفي زيادة كثافة الشعر. إذا استمريتوا عليها بنتيجة منتظمة حتشوفوا نتيجة خرافية يا بنات في تطويل الشعر وفي تكثيف الشعر. الوصفة دي نستخدمها مثلا كل في الأسبوع مرة، أو مثلا كل أسبوعين مرة، أو كل شهر مرة، حسب أنت وجدولك. ما في ناس بيكونوا مثلا مشغولين، فعشان كده أنت شوفي جدولك ونظمي لك جدول ممتاز للطريقة دي. عندنا يا بنات أول مكون في الوصفة دي اللي هو الحناء. هنعمل ماسك الحناء. ما تنسوا تعملوا اشتراك على القناة وتفعيل الجرس عشان تصلكم إن شاء الله كل الوصفات اللي بتخص الحنة ووصفات الشعر والبشرة. الحنة يا بنات مكون طبيعي مفيد شديد للشعر، بتعالج التهابات الفروة، بتطول الشعر، بتغذر الشعر، بتزيد الشعر كثافة، طول ولمعان. الحنة يعني حاجة كده نتيجتها خرافية. للناس اللي ما بيعرفوني، معاكم سلمى خبيرة في الشعر، فاعملوا اشتراك على القناة. أول شي يا جماعة الخلطة دي بتتكون لنا من عدة، يعني المنقوع اللي حنعمله للوصفة بيتكون من عدة حاجات. عندنا أول شي الحلبة. الحلبة يا بنات فظيعة شديد في تطويل الشعر، في زيادة الكثافة الشعر، في وقف التساقط. ماسك أول حنة اللي بنضيفها للمنقوع، الحلبة اللي حنضيفها للمنقوع ده يا بنات رهيبة شديد. أول حاجة حنشيل منها معلقة للحنة. حتجيبي أي وعاء عندك عادي، سواء أي حاجة عشان تضيفي فيها المنقوع ده وتخطوه على النار. يلا احنا حنكون الحاجات دي مع بعض. ما تنسي تعملوا اشتراك على القناة وتعلقوا لنا انتوا بتتابعونا من وين، من اي بلد، من اي مدينة. كل الناس المتابعين علقوا على الفيديو وادعموني بلايك. طيب يا بنات حنحط اي وعاء عندك، حلة، طنجرة، ايا كان، حنشيل منها مقدار معلقة، يعني حتعملي منها مقدار معلقة من الحلبة. هنضيف الحلبة. الحلبة يا بنات مغذية شديد بالنسبة للشعر وطول وكثافة الشعر، وفيها كثير من الفوائد بالنسبة للشعر. ممكن ترجعوا للصفحة في فيديوهات للحناء للحلبة براها غير مخلوطة، ماسك الحلبة والحلبة المستنبتة. الحاجة الثانية اللي عندنا يا بنات الكركديه. الكركديه يا بنات رهيب شديد في علاج التهابات فروة الرأس. عندك أي التهابات في فروة الرأس استخدمي الكركديه للعلاج، وبالإضافة لأنه بزيد الشعر كثافة وطول وغزارة. حنضيف من الكركديه مقدار يعني معلقة برضو من الكركديه. وتاني عندنا الحبة السوداء. الحبة السوداء يا بنات بتحارب بتحارب الشيب، أو يعني حتى لو ظهر عندك شيب هي تاني بتأخر ظهور الشيب المبكر. هنضيف معلقة من الحبة السوداء. تاني حنضيف معلقة من بذور الكتان. بذور الكتان غنية شديد بالأوميجا 3. الأوميجا 3 يعني بذور الكتان بترطب الشعر بصورة رهيبة شديد يا بنات. حنضيف معلقة من بذور الكتان. تاني حاجة يا بنات عندنا اللي هو القرنفل. القرنفل محارب للصلع، بيزيد الشعر طول وكثافة ولمعان. حتضيفي معلقة من القرنفل. وتاني حنضيف حاجة يا بنات ممكن تشوفوها غريبة، اللي هي الشطة أو الفلفل الحار. ده بيحفز الشعر على النمو بصورة رهيبة شديد. ممكن تعمليه إذا ما كان متوفر عندك توم، ممكن تبدليه بالثوم. حنضيف منه حاجة بسيطة يا بنات، لأنه الفلفل حار أو الشطة حارة، فشنو حنضيف منها يعني معلقة صغيرة خالص، صغيرة زي ما شايفين، لأنه بتحفز نمو الشعر بصورة رهيبة شديد، وبتلقي شعرك حيطول إن شاء الله. تاني عندنا حاجة يا بنات البصل. البصل يا بنات رهيب شديد
في تحفيز الشعر في تطويل الشعر. الوصفة دي للتطويل وللكثافة، لأنه الأم اللي راسلتنا قالت عايزة تطويل، فدي للتطويل ولكثافة الشعر. هنجيب البصل، والبصل يا بنات يكون بقشره، وأنا بفضل البصل الأحمر لأنه مفعوله سريع في تطويل الشعر. هنجيب بصلة واحدة وحنقسمها إلى 4 أو 5 أقسام. وبعد كده هنحطها على النار. هنجيب زي ما شايفين يا بنات نقطع البصلة، هتكون بقشرها، ونحطها برضو على المنقوع ده. الحاجة دي يا بنات رهيبة شديد في تطويل الشعر، في زيادة كثافة الشعر. والبصل بيحفز فروة الراس على النمو. نحن قلنا عايزين تطويل، إذا الحاجات دي كلها مع بعض بتحفز الشعر. بالإضافة إلى عندنا بودرة الأملة، نحن حنخلطها مع الحناء مع بعض. حنشيل من بودرة الأملة معلقة واحدة بس يا بنات. الوصفة دي سحرية في تطويل الشعر، أهم حاجة إنك تنتظمي فيها يا بنات. بعد كده حنضيف الماء، والماء حسب يعني كمية شعرك. إذا شعرك طويل ضيفي الكمية، وإذا شعرك متوسط الطول يعني قللي الكمية حسب طول الشعر. حنضيف ماء، وحنحط المنقوع على النار يغلي، وتاني بعد يغلي إن شاء الله حنجي نكمل الفيديو. ما تنسوا تعملوا اشتراك. زي ما شايفين يا بنات هنا دي كل المكونات بنخد عليها كوبين أو 3 أكواب ماء حسب طول شعرك. بعد كده هنخليهم يغلوا على النار، وأهم حاجة إنك تغطي عليهم عشان في زيوت طيارة ما تطير منهم. نخليهم زي 5 أو 6 دقايق نصفيهم. تشيلي الحنة حسب طول شعرك وحسب كثافة الشعر، وحتضيفي معلقة واحدة من بودرة الأملة. حنعجن كل الحاجات دي مع بعض ونحطها على الشعر لمدة 4 أو 5 ساعات. بعد كده تغسل الشعر بماء عادي، يعني ما تغسلي بشامبو طوالي. يعني الماسك مثلا عملتي الليلة بكرة تعملي حمام زيت، وتاني تغسلي شعرك بالشامبو. الوصفة دي بتطول الشعر، بتكثف الشعر، بتزيد الشعر كثافة وطول ولمعان وترطيب، ويعني وسبحان الله تغيير رهيب. حتى إنها بتعمل لك بيبي هير، أو بتشوفي إنه شعرك بدأ يتغير بالاستخدام المستمر للأفضل طبعا. إذا كان متغصف التغصف حينتهي، وإذا كان مبطول إن شاء الله الوصفة دي تكثف النمو. وإذا كان عندك فراغات، الفراغات حتتملي من خلال الوصفة الحناء لتطويل الشعر. طبق الماسك إن شاء الله حتلقوا نتائج رهيبة. نغطيها بكيس نخليها تخمر زي ساعة، وبعد كده نحطها على الشعر. أعمل اشتراك على القناة.